أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم نبض المواطن. أعزائي المشاهدين، أنا طلعت تقرير اللي فات واتكلمت عن موضوع التمريض. التمريض يا جماعة ملائكة الرحمة، بيتعبوا عشاننا. المريض بيبقى في المستشفى وهم ما بيناموش خالص من أجل راحة المريض وأهل المريض كمان. النهاردة الواقعة اللي اتنشرت على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي استفزت ناس كتير جدا جدا جدا. والنهاردة مواقع التواصل الاجتماعي بتنشر النهاردة إن فخامة الرئيس تدخل بنفسه في هذا الموضوع. شيء طبعا يفرحنا كلنا، ولكن اللي زعلني ان في فيديو هنشره دلوقتي لحضراتكم، معرفش بقى المدير او وكيل وزارة، في واحد واقف بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انا استكفيت ان انا قلبت لكم الدنيا، ولكن الناس دي عاملة محضر. في دكتورة برضو تدخلت في الموضوع وقالت لهم بصوا يا جماعة، خلي بالكم الناس دي عامله محضر وانتوا عاملين محضر، يعني محضر قصاد محضر. وبعدين يا جماعه هم جايين يتاسفوا لكم واللي انتم عايزينه. هي المشكله يا جماعه مش في الاسف عندنا او العرف جرى على ان في الصعيد او هنا او هنا او في اي مكان اللي بيقدم كفن ويكون في قتل، في قضيه قتل، بيقدم كفن وبيقولوا خلاص سامحناه مفيش مشكله. لكن النهارده يا جماعه ان انا ادخل اعتدي على الممرضات بهذه الطريقه الوحشيه اللي جت في الفيديو، وفي النهايه الدكتوره تخش تقول لهم يا جماعه هم عاملين محضر وانتوا عاملين محضر، يعني في تخويف شكلها فينا. وتيجي تقول لي لا يا جماعه انا خلي بالكم، انتوا اللي لكم ايه؟ انتوا اللي لكم الحريه. طب افهم الاسلوب ده ليه؟ المفروض ان انت تقفي معاهم. وبعدين الاعتداء هنا اعتداء على كيان. الاعتداء هنا مش الاعتداء بقى على الممرضة بشخصها، ولكن الاعتداء هنا على كيان التمريض بأكمله. حتى لو كان هذا المواطن اللي اعتدى على الممرضات له حق. انا قلت ان في امن في المستشفى، انما ما اجيش اجيب عصايه ولا اجي اضرب بالبنيه واحده. ما ينفعش. فالنهارده الفيديو اللي اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تاني ده بيستفزني جدا، وانا بطالب من هذا المنبر ان الدكتوره والاستاذ اللي واقف معرفش بقى دكتور ولا ايه ده يتعرض للتحقيق. انا بوضح لكم، انا هقف عند رفع اوراق، هقف عند النيابه المطلوب مني، هقف ان دي اللي هيحصل بعد كده، واي ضرر هيلمسكم انا غير مسؤول عنه. تمام؟ ولكن امكانياتي كانت ان انا وقفت في ظهركم وجبنا قياداتنا وقلبنا الدنيا. حصل انتوا كنتوا ممكن تروحوا كلنا نفس عادي جدا، انت تعمل واحده الدكتوره رشا طيب فهم جايين بيعتذروا ويقولوا انتوا عايزين تعملوا لا بصي يا استاذه معلش بصي على هو اول كلام بدا قال لك احنا غلطانين ما كناش تمام. لا انا شايف بس لكن بجد مره احنا وصلنا لكم كلام ووضحكم كان حضراتكم القرار الاول في محدش بيقول تنزلوا صوت او فيديو، بس مش هيحصل وعاملين تقريبا انا سمعت ان هم عاملين تقرير اللي هم على بعض ليه ابعاد الاشارات. هم الناس دلوقتي بيقولوا احنا تحت امركم واحنا غلطانين ونعتذر لكم واحد ولو ما تغيروش ولو ما تهتمش ولو ما تنفذوش هنمشي في الاجراءات عادي، بس هيبقى محضر قصاد محضر اللي انتوا عايزينه واللي انتوا شايفينه مع اهلكم. انما هم بدايه الكلام احنا غلطانين
جايين بنعتذر. فانتوا شايفين ايه اللي انتوا شايفينه؟ احنا بنضغط عليكم ولا العمل بيتعمل فيه بيتعمل فيه ومن نفس البنات، مش احنا كمان، مش رجاله. الحل اللي حضراتكم مش اي حاجه، بس هما بيقولوا احنا على استعداد لاي حاجه انتوا عايزينها. بس هو برضه كلام، بس عشان احنا زي ما قلت هيثم ان حضراتكم كده احنا بنطوركم كل حاجه، بس لو في اجراءات نيابه وداخل فيه حد كل حاجه وحد بيرد بسيرته. المفروض النهارده ما يخوفش الممرضات، ما يقولهمش اصل هو عمل محضر فيكم وانتوا عملتوا محضر، يبقى محضر قصاد محضر. لو انتوا هو جاي يعتذر لكم واللي انتوا عايزينه لو ما بمعنى اصح ما قبلتوش الاعتذار، يبقى محضر قصاد محضر. انتوا بتخوفونا ولا ايه؟ ولا بتخوفوهم يعني؟ وفي النهايه تقول ايه؟ انا ما بخوفكوش، انا ماليش دعوه، بس هم عاملين محضر وانتوا عاملين محضر. ما انا افهمها دي، افهمها حاجه بصراحه تجنن. الناس او مواقع التواصل الاجتماعي بتقول فخامه الرئيس اتدخل بنفسه، عشان بيقال ان اللي اعتدى عليهم يقال انه ضابط. تمام؟ طب النهارده الدكتوره وواحد تاني معاها في الفيديو داخلين اسلوب تهديد، بس اسلوب راقي شويه، اسلوب راقي. يا جماعه هم عاملين محضر، خلي بالكم، وانتوا عاملين محضر. الله، هو انتم داخلين معاهم ولا ضدهم؟ ولا عشان جولكم قعدوا معاكم في المكتب الله اعلم ايه اللي حصل، دخلتم على التمريض بتهتوهم بالكلمتين دول؟ انا بصراحه والله العظيم انا بستغرب. النهارده يا جماعه الاعتداء ده اعتداء على كيان، على كيان. انا مش مع الضابط ولا ضده، ان كان ضابط يعني، ان كان لا معاه ولا ضده. انا كل بس اللي مزعلني الاعتداء بهذه الوحشيه على كيان، على كيان. نفترض ان ده دكتور او دكتوره او على فكره الواقعه دي حصلت في مدينه طوخ، والناس الغلابه تم القبض عليهم، وايه بقى كمان، ومش هم اللي ضربوا، خلي بالكم، هم كانوا واقفين اتاخدوا، وكان فيهم يعني بنت بنوت كمان دخلت المركز، قعدت حوالي اكتر من 35 يوم في المركز. عشان ايه؟ هنقول عشان غلابه؟ بس اتاخدوا دول، اتاخدوا من مكان الواقعه، من المستشفى بتاع الطوخ، اتحطوا في المركز، والنيابه امرت بحبسهم 4 في 4 في 15 وهكذا. يعني مش المفروض يحدث هنا مساواه؟ مش المفروض يحدث مساواه؟ اشمعنى وقعت طوخ وبرضه كانت في مستشفى طوخ المركزي والناس دخلوا فيها السجن؟ انا بستغرب بامانه، بستغرب. بس الدكتور بتاع مدينه طوخ وقف مع الممرضات ساعتها وراح للنيابه بنفسه. مش النهارده دول داخلين، والفيديو طبعا انتوا هتشوفوه، دول داخلين بيقولوا لهم يا جماعه خلي بالكم انا اخري كده، والدكتوره تقول لهم خلي بالكم هو عامل محضر وانتوا عاملين محضر. ما يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ واحد داخل معلش بيضربني، واحد غريب بيضربني في مقر عملي، طب اعمل ايه؟ انتوا شفتوا الضرب قدامكم وشفت الفيديو قدامكم. انا بصراحه انا مش فاهم اي حاجه في ايه بالظبط، في ايه بالظبط. اولا يا جماعه انا لا مع ولا ضد، احنا بنقول التحقيق هيظهر، مفيش مشكله، بس انا بتكلم على الفيديو اللي قدامي ده. حتى لو كان المواطنين لهم حق، بنقول ان في امن في المستشفى، في مكتب امن. يا جماعه الحقونا، احنا عايزين نعمل محضر بالواقعه اللي حصلت. التمريض مثلا ساب بنتي لغايه ما ماتت، ساب ابني لغايه ما مات، اهمله ايه؟ اعمل محضر اثبات واقعه.
لكن ما تجيش تضربني، ما تجيش تضربني وتتهمني بعد كده ان انا مثلا خدت حاجه او الكلام ده كله مثلا يعني. لكن بصراحه يا جماعه انا بصراحه انا زعلان ومتضايق من الواقعه ديت، وانا واثق ان شاء الله باذن الله ان التحقيقات هتسفر عن الحقيقه باذن الله، وكل واحد هياخد حقه ان شاء الله، وانا واثق من دي. والله انا لا مع الشخص، اصل كلنا اللي بيقتل النهارده او بيموت بيبقى زهق وهوب خلاص بيتحاسب، خلاص ما هو خلاص انتهى بيتحاسب، وبرضه بيبقى في عفو، ما احنا بنقول اهو، بنقول بيقدم كفنه وبيقول انا عفوت عنك والكلام ده كله. ولكن النهارده بيقول لك حق المجتمع فين؟ احنا بندور النهارده على حق المجتمع، الاعتداء على كيان، هي دي النقطه بقى، الاعتداء على كيان. لو انا النهارده اعتديت على ضابط، ما بعتديش على الضابط بقى، لا انا بعتدي على كيان، على الشرطه. هي دي النقطه. الضابط ممكن يقول لي خلاص انا سامحتك انا كده، ولكن الناس بتقول لك اعتدى على الشرطه. نفس القصه الطبيب، مش الطبيب لا، اعتدى على الاطباء، على مهنه الطب، اعتدى على مهنه التمريض. هي دي النقطه. مش داخله الدكتوره تقول لهم يا جماعه خلي بالكم اصل هو عامل محضر وانتوا عاملين محضر، في ايه يعني؟ يعملوا ايه؟ ده في وظيفه يعني. هو دلوقتي الممرضات دي راحوا جابوه من بيته او كان في بينهم وبينه حاجه؟ ده الاعتداء حصل داخل المستشفى على موظفين اثناء عملهم. لا بجد انا بطالب من هذا المنبر ان الناس اللي اجتمعت بالممرضات دول يتعرضوا للتحقيق، لان كده تهريج. اللي بيحصل ده بجد تهريج. لا يا جماعه. فانا من هذا المنبر باكد ان الناس دي اللي اجتمعوا بالممرضات وقالوا لهم الكلام ده اسلوب تهديد بشياكه، حاجه كده مغلفه بورقه سلفان ان انتوا تتنازلوا، عشان خلي بالكم ان الناس دي ايه يعني، الكلام اللي ممكن يوصل للناس دي واصله يعني. ده الكلام، عاملين محضر وانتوا عاملين محضر، ايه المشكله؟ ما تقفوا معانا. وقعد حتى رد من الاهالي قال لهم ايه، خلاص يجي يعني نعتدي عليه زي ما اعتدى علينا، مش احنا اللي نعتدي عليه، الحريم اللي هتعتدي عليه. ده كان رده، الحريم اللي هتعتدي عليه. احنا دخلنا كده في مسائل شخصيه، لا احنا بنقول ان ده كيان يبقى بيمثله النقيبه وبيمثله وزير الصحه. خلاص الموضوع خرج من ايدينا خلاص. اللي بيمثل الكيان نقابه التمريض وزير الصحه والسكان. الموضوع خرج من ايدينا خلاص. الموضوع مش موضوع يا جماعه اصل ده عمل محضر وده عمل محضر ولا تعالوا نتنازل او انتوا احرار. خلي بالكم يا جماعه، ما ينفعش العمليه تبقى زيطه وهيصه، وهتبقى هيصه. فالنهارده الممرضات عايزه تتمسك بحقها مفيش مشكله، عايزه تتنازل برضه مفيش مشكله، ولكن حق الاعتداء على الكيان يملكه وزير الصحه والسكان وتملكه نقيبه التمريض. اعزائي المشاهدين في النهايه بشكركم، والى اللقاء في تقرير اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.